السلام عليكم. شكرا. انا عارف ان انا وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني بالظبط. كان عندي شويه ظروف كتير، بس الحمد لله على كل حال. وزي ما انتم شايفين نقلنا المكان. المكان القديم كنت بحبه جدا، واتمنى ده يبقى برضو في اللذيذ. هو انا حابه، فمش عارف انتوا هتبقى حبيتوا المكان الجديد او لا، لكن حاولت احافظ على نفس السيت اب او نفس الستايل لان انا كنت بحب الستايل ده. مش عايز اطول عليكم، رجعنا ليكم ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احسن. تفتكر ايه هي يا صديقي اخطر حاجة على الانسان؟ هل هو النووي، ولا الانترنت، ولا تكونش الفتة باللحمة الضاني؟ الحقيقة ولا واحدة في دول. اخطر حاجة يا صديقي على الانسان هي الكلمة. بالظبط كده يا صديقي، هي الكلمة اللي بنرميها في الهواء وبنفتكر ان هي بتروح، وهي في الحقيقة بتقعد في دماغ اللي قدامك او اللي انت قلتها له، وبتفضل شغالة زينا كأننا في طابور عيش لحد ما يجي دورها. الكلمة ممكن تهد بيت، وممكن تبني قارة. الكلام مش هزار، لا ده علم. الكلام مش مجرد صوت بيخرج من بقك زي ما انت فاكر، لا يا معلم، ده مشروع هندسي كامل. الصوت موجات، والموجات دي بتسافر زي المترو على دماغ اللي قدامك، وبتوصل لودانه وبيترجمها لمشاعر. والمشاعر دي بتفتح حنفية هرمونات: دوبامين لو الكلام حلو، كورتيزول لو الكلام وحش. وعلى فكرة الاتنين غاليين دلوقتي. الدماغ البشري مش بيميز الهزار. جامعة كاليفورنيا عملوا دراسة في 2014 وقالوا انك لو قلت لحد كلمة سلبية حتى لو بهزار، في منطقة في دماغه بتنور زي لمبة الجراج. المخ بيترجم الكلمة كتهديد، وجسمه بيبدأ يفرز هرمونات التوتر. يعني الكلمة عند دماغك بتساوي أسد جاي يهجم عليك. في واحد ياباني قرر يعمل حاجة أغرب من أي حاجة ممكن حد يعملها. الياباني ده اسمه مازارو ايموتو. جاب مية وبدأ يكلمها، مية عادية. نص الكوبايات قال لهم انتوا حلوين وبحبكم وشكرا وكلام من الكلام ده. النص التاني قال لهم انتوا وحشين وبكرهكم وكل الكلام كده. وبعد كده جمد النص ده والنص ده وشافهم تحت الميكروسكوب. المية اللي اتقالها كلام حلو شكلها عامل زي سلسلة ألماس، اما الميه اللي اتقال لها كلام وحش شكلها زي رسم الطفل وكلها شخابيط. يعني حتى الميه طلع عندها مشاعر، وانت لسه بتقول لصاحبك يا جاموسه اللي بتفهمش. جامعة هارفارد سنة 2019 قالت إن المرضى اللي بتسمع كلام إيجابي من الدكاترة وتشجيع، استجابتهم للعلاج بتزيد بنسبة 30%. يعني الكلمة الحلوة علاج ببلاش، والكلمة السلبية أو الوحشة مرض باشتراك شهري. الكلام مش أي حاجة وخلاص. الكلام ده ممكن يأثر على اللي قدامك، وممكن يغير مجرى حدث تاريخي بسبب كلمة. وممكن نفس الكلمة دي لو اتقالت باسلوب تاني تقلب الدنيا عليك. فعشان كده المفروض نخلي بالنا من كلامنا اللي بنقوله قدام الناس. يعني من الاخر خد شوية وقت بس عشان تفكر في الكلام قبل ما تقوله. كلمة دريم أو حلم. مارتن لوثر كينج في عز العنصرية سنة 1963 وقف قدام 250,000 بني آدم وقال I have a dream. الكلمة دي ما كانتش خطبة عادية، دي كانت رصاصة أمل. وعندنا في الاتجاه المعاكس مثلا هتلر، الراجل اللي كان بيقف يتكلم بالمايك وكان بيطلع الشر من جوه الناس. بكلماته زرع الكره والحقد، وكانت النتيجة حرب قتلت أكتر من 70 مليون بني آدم. الكلمة يا معلم لو تعرف لا خير ولا شر، هي بتشتغل حسب اللي بيستخدمها. في الحرب العالمية التانية جندي بريطاني شاف جندي ألماني صغير ورفع السلاح عليه عشان يضربه. الألماني قال كلمة واحدة بس: بليز. البريطاني نزل السلاح. كلمة واحدة أنقذت حياته. يعني في الشغل لو قلت لمديرك إن الشغل ده زي الفل ممكن تترقى، لكن مثلا تقول الشغل ممتاز على حسب الإمكانيات اللي عندنا أو أي حاجة تاني، هتفكر نفسك إن أنت كده تاخد أجازة بكرة؟ انسى. في العلاقات زي العلاقات الزوجية مثلا، واحد يقول لمراته الأكل حلو وهو مبتسم وفرحان، سلام نفسي 10 أيام. يقول لها نفس الكلمة الأكل تحفة ولكن مش عارف يلا نام على الكنبة لحد الشتاء هتنام على الكنبة. مع الأطفال مثلا لما تقول للطفل كلام حلو وأنت شاطر وكده، ده بيكسبه ثقة. يعني ده ممكن ياخد ثقة سنتين قدام لما تشجعه على فعل معين. كلام بقى اللي هو أنت فاشل، أنت غبي، مش عارف، دكتور نفسي، وأنت اللي تحاسب عليه لما هو يكبر. على السوشيال ميديا مثلا كومنت سلبي واحد ممكن يخلي شخص يبطل يعمل محتوى، وممكن كومنت إيجابي من حد أنت ما تعرفوش يخليك تكمل شهور. انزل اعمل كومنت ايجابي، انزل اعمل، عمال بقول لك كومنت ايجابي خلينا اكمل شهور، انزل يا عم ولايك بقى. طب احنا ليه بنستهين بالكلمه؟ علشان بنشوف تاثيرها فورا. لو الكلمه كان لها لون او بتطلع في الهواء زي الدخان،
أو ليها وزن وبتقع على الأرض كنا هنفكر 1000 مرة قبل ما نفتح بقنا، لكن للأسف إحنا بنتعامل معاها زي الفكة في جيوبنا، أول ما تخش البيت بترميها وأنت ولا شاغل بالك، ونرجع نستغرب ليه الدنيا باظت أو إيه اللي حصل لكل ده. ما بسبب كلمة وأنت مش عامل حسابها بترمي وخلاص. أنت مش دايما هتفتكر كل كلمة أنت قلتها، لكن غيرك ممكن يفضل شايلها في قلبه العمر كله. الكلمة لو خرجت ما بترجعش، ممكن تفتح بيها باب أو تقفله، تبني بيها جسر أو تهد مدينة. فكر قبل ما تتكلم، لأن الكلمة يا صديقي أخطر من الحرب وأقوى من الرصاصة. خد بالك، خد بالك من الكلام اللي أنت بتقوله، وراعي مشاعر صاحبك، مش كل حاجة بتبقى هزار. ولازم تفكر قبل ما تتكلم، فكروا قبل ما تتكلموا. الناس بقت عايشة في عشوائية والكلام ما حدش بيعمل حساب للكلام، ودي كارثة، كارثة بجد. أتمنى أشوفكم على خير، وهنا وصلنا لآخر الحلقة، وكلام ومش كلام وكده بقى، فمتنساش شوية كلام حلوين كده يشجعوا الواحد. السلام عليكم.